السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول جرامر يونت 11، جرامر الوحدة ال11. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنتكلم في الأول عن past simple tense، الماضي البسيط. الماضي البسيط أي زمن عندي ببص للفعل، الفعل بتاع الجملة هو اللي بيعبر لي على ان ده زمن ماضي ولا زمن تاني. طيب، زمن الماضي البسيط هو عبارة عن فعل بدأ في الماضي وانتهى. فعل بدأ في الماضي وانتهى. مازن did his homework 2 hours ago، يبقى خلص واجبه من ساعتين مضوا. طيب، الزمن الماضي البسيط ده هو عبارة عن ايه؟ عن التصريف التاني للفعل. التصريف التاني للفعل، وده بيبقى بيتحفظ. طيب، لكن في بعض الافعال ما بتبقاش شاذة، بتبقى عادية، اللي هي بيزود لها ed او دي. طيب، عندي هنا I arrived late for school yesterday، يبقى انا وصلت إيه للمدرسة متأخر امس. طب علامات الزمن ده ايه؟ عندي علاماته yesterday امس، كلمة last، سواء last بقى day، last year، last week، اي last يبقى معناها ماضي. طيب ago يعني منذ، عندي in the past في الماضي، عندي in وبعدها سنة قديمة، يبقى برضو بتعبر عن الماضي. طب النفي، احط النفي فين؟ انا عندي زمن الماضي البسيط لما اجي احط له فعل مساعد عندي هيبقى did، يبقى على طول لما اجي احط نقطة احطها جنب مين؟ احطها جنب did، تبقى didn't. طب لو هو كان الفعل عندي ما هوش من كان was أو were، هتبقى wasn't أو weren't. طب تعال بقى نشوف السؤال عندي الطريقتين في السؤال، لا إما ببدأ بفعل مساعد، لا إما ببدأ بأداة استفهام. لو بفعل مساعد، الفعل المساعد عندي في زمن الماضي البسيط هو did زائد الفاعل زائد الفاعل في المصدر. طيب أمال لما بحط أداة استفهام هتبقى what time على سبيل المثال بقى، what time وبعدين برضو ايه did، وبعدين الفاعل وبعدين الفعل في المصدر. خدوا بالكم did بيجي بعدها الفاعل في المصدر، زي what time did you go to bed، في أي وقت أنت بتذهب للسرير، وأي أداة استفهام يرد عليها بيبقى عايزة إجابة كاملة. طيب، معانا كمان في الوحدة دي جرامر، جزء تاني في الجرامر بيتكلم عن حاجة مهمة قوي اسمه الكلام الغير مباشر أو المنقول، اللي هو reported speech أو direct speech و indirect speech، الكلام المباشر والكلام الغير مباشر. كلمة direct speech ده الكلام المباشر، reported speech الكلام المتحول، أو indirect speech اللي هو الكلام الغير مباشر. يعني ايه؟ يعني أنا مثلا بقول لمريم، بقول لها كلام مثلا هند قالت لي كذا كذا كذا، خلاص. هند قالت لي انها هتروح مثلا تزور اختها النهارده، فانا لما اجي اقول ايه؟ هند مثلا بتتكلم فبتقول انا هروح ازور اختي النهارده. طيب انا مثلا جيت اتكلم بقى وانقل الكلام ده لحد تاني، هقول ايه؟ ده هند قالت لي انها، بدل ما كان انا بقت انها هتروح تزور اختها. حولنا الضماير وحولنا شكل الكلام والفعل والفاعل وكله اختلف، من انا بقت ايه؟ هي. وكمان بدأنا نحول في حاجات تانية كتير. تعالوا كده نشوف ايه الموضوع ده بالظبط. احنا بنستخدموش في العربي كتير، ولكن هو موجود في الانجليش برضو منه كتير. تعالوا نشوف. بيقول لي هنا ان الدايركت سبيتش الكلام المباشر هو الكلام اللي قاله الشخص بنفسه، وبيبقى محطوط بين علامتين تنصيص اللي هي الواوين الصغننين دول، تمام. طيب الكلام الغير مباشر الكلام اللي منقول على لسان شخص آخر ولا يوضع بين علامتين تنصيص. طب تعالوا نشوف كده أسس. أول في 3 حاجات لازم نعرفها ونحفظها، وبعدين نبدأ ندخل في الموضوع ده بكل سهولة وبساطة. أول حاجة لازم نعرفها ونحفظها اللي هي الضمائر. تحويل الضمائر I هتبقى هي أو شي حسب الفاعل اللي موجود في الجملة. يو هتبقى I أو هي أو شي، مي هتبقى هم أو هير، وي هتبقى زي، ماي هتبقى his أو هير، يو زي أو وي، ماين
ملكية، هتبقى his أو hers، لا إما بتاعته لا إما بتاعتها. طيب our هتبقى their بتاعتهم. your هتبقى لا إما my أو his أو her أو our. yours هتبقى إيه؟ mine أو his أو hers أو ours. خلاص؟ دي أول تحويلة مهمة لازم نبقى عارفينها. تاني حاجة معانا لازم نحفظها برضو الروابط الزمنية، وبتتغير بيبقى شكلها ازاي. يعني لو جالي في الجملة next week يبقى بحولها the following week. لو جالي tomorrow هتبقى the following day أو the next day، الاتنين صح. yesterday هتبقى the day before أو the previous day. tonight هتبقى that night. now هتبقى then. here هتبقى there. today هتبقى that day. last week هتبقى the week. ممكن week دي تختلف تبقى year، بس ناخد بالنا تبقى ايه. مثلا لو هي week هتبقى the week before أو the previous week. ago يعني بتبقى شكلها before. this هتبقى that. these هتبقى those، وهكذا. طيب كمان في جزئيه كمان تانية، اللي انا عندي لما اشوف الجمله جايه لي في المضارع البسيط واجي احولها لغير مباشر هتبقى في الماضي البسيط. طب مضارع مستمر هتبقى ماضي مستمر. مضارع تام هتبقى ماضي تام. طب لو ماضي بسيط هتبقى ماضي تام. التنقل ده من مستوى لمستوى في الازمنه ده مهم قوي برضو اللي احنا نبقى حافظينه وعارفينه. طب عندي كان وويل وماي وشال وماست، قال هتتحول كان تبقى كود، ويل هتبقى وود، ماي هتبقى مايت، شال هتبقى شود، ماست الماضي منها هاد تو. طيب بي جوينج تو، قال لي بي ديت اللي هي ام او اس او ار هتتحول تبقى ووز او وير زائد جوينج تو. طيب احنا كده عرفنا 3 حاجات اللي هي تحويلات الازمنه. كمان عندي الروابط الزمنيه بتتحول تبقى ايه، كمان اللي هي الضمائر والضمير المتحدث والمخاطب بتتحول ازاي. 3 حاجات دي مهمه قوي عشان نبدا ندخل بقى في الموضوع بتاعنا ونتكلم فيه اكتر. طب انا عندي هنا ندى said I am ill today، انها مريضه اليوم. يبقى ايه؟ قال لي انا عندي علامتين التنصيص دول بفكهم بكلمه ذات، يعني انا بشطب علامتين التنصيص واكتب مكانهم ذات. يبقى ندى said ذات، قالت ايه؟ اي ده هنبص للفعل. الفعل هنا ايه؟ ندى اللي هي بتساوي كلمه ايه؟ شي، الضمير شي، يبقى شي هي مالها ام مضارع هيتحول لماضي من مضارع بسيط لماضي بسيط. طب ام هنا في الماضي تبقى was، she was ليه؟ لان هنا was جايه مع she was. today هتبقى that day. طيب تعالوا كمان نشوف ازاي بقى قلنا احنا بنحذف الاقواس وبنحط مكانها ذات. طب انا عندي لما يجيلي say او says هتفضل ايه زي ما هي say او says. طب said هتبقى said. طب لو جات لي to، مادام say to او says to يبقى هتتحول say to هتتحول لتل، و says to هتتحول لتلز. طب said to هتتحول لتولد. قلنا التي لما تيجي جنب said تخليها تتحول تبقى تي. said to بقت told، ماضي بقت ماضي. طيب وقلنا ان ذات بنحطها ونشيل علامات التنصيص. طب قال لي هنا اني بستخدم هنا في الكلام غير المباشر said اذا لم يذكر المفعول او المخاطب. انا هنا ما تذكرليش، فهنا ايه كامل said ذات وعلى طول كتب الجمله. طب هنا منار told me اخبرتني، يبقى انا اشوف هنا ايه المفعول اهو مذكور هنا. يبقى told دايما بتيجي تيجي معاها المفعول، لكن said ما بيجيش معاها ايه المفعول. طيب ناخد بالنا برضو من كام ملاحظه دول. قال لي اذا كان المخاطب داخل الاقواس هخرجه بره بعد الفعل القول عند تعالوا نشوف المثال. هنا بيقول ايه I am going to travel to London next month. عادل ده هنخرجه بره. هنا ايه said اماني، يبقى اماني told مين؟ اخبرت مين؟ عادل. اخبرته بايه؟ ذات. I am هتبقى she was going to travel to London next month هتبقى the following month الشهر القادم. طيب قال لي كمان الجمل اللي بتتحدث عن الاشياء التي لا تتغير او الحقائق الثابته بتظل في زمن المضارع. the earth goes round the sun، الكره الارضيه بتلف حول ايه؟ الشمس. دي برضو سبتها زي ما هي. هنا ايه بيقول لي the teachers told the students، المدرس اخبر التلاميذ that the earth الكره الارضيه goes round the sun، فضلت ايه زي ما هي في زمن المضارع. طيب كمان اذا كان فعل القول مضارع اهو he says مضارع، ايه مش هحول الازمنه وتظل كما هي. يبقى
I'll see you later he says، يبقى he says that he will see me later. فضلت زي ما هي عشان عندي هنا ايه says جايه مضارع. طيب قال لي كمان عند تحويل من غير مباشر الى مباشر هنعمل بقى العكس، بنقوم بعكس الخطوات السابقه. قال لي هنا انا جايب لك اهو من غير علامات التنصيص، حطها لي انت في علامات تنصيص. يبقى the news reader said that a new sports center was opening that weekend. هنعمل ايه؟ هنقول a new من اول هنا a new sports center was opening، ده ماضي مستمر هرجعه يبقى مضارع مستمر is opening. that هتبقى this weekend. مين اللي قال بقى الكلام ده؟ said the news reader. طيب بعد ما عملنا كده هبدأ احط علامات التنصيص وحولنا هنا الزمن، وكمان قلنا that هتبقى رجعت بقت this، وكمان حطينا كمان في وضع الجملة بين علامات التنصيص حطيناها. طيب كمان عندي هنا قال لي بحاول بقى هنا عندي في المثال ده حسن's mom told me that there would be a lot of rain that day. يبقى there will would بتحول رجع تاني بقت لأصلها will عشان حطينا علامة التنصيص. be a lot of rain today that day اللي هو today اليوم. حسن's mom told هتحاول تبقى said to me. كده نكون خلصنا مع بعض الكلام المباشر والكلام الغير مباشر بكل بساطة وسهولة. قلنا بنركز على الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم: تحويل الضمائر، الروابط الزمنية اللي هم دول الأزمنة والروابط الزمنية والضمائر والمتحدث والمخاطب. 3 حاجات مهمة لازم نركز عليها عشان نبدأ نعمل الكلام الغير مباشر والمباشر بشكل بسيط وسهل. خلصنا مع بعض جرامر يونت 11. دمتم في أمان الله.